اللي هو البيان ده بيقول: في لقاء السيد رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الدولة بعد ظهر اليوم الخميس 2 مارس 1989 بالقصر الجمهوري بالسيد الصادق المهدي رئيس مجلس الوزراء، من أجل بحث الموقف المترتب على تبادل المذكرات بينه والقوات المسلحة، تم الاتفاق على ما يلي: أولا، أن يتم تشكيل حكومة جديدة موسعة عاجلة قادرة على تحمل المسؤولية وإدارة البلاد في المرحلة القادمة من الأحزاب والفعاليات السياسية من داخل وخارج الجمعية التأسيسية إلى جانب قوى القطاع الحديث. ثانيا، أن يقوم مجلس رئاسة الدولة بالإشراف على ذلك على أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مارس 1989 وفق الشرعية الدستورية ومن خلال مؤسساتها. هذا وقد نقل مجلس رئاسة الدولة ذلك في قيادة القوات المسلحة، مطمئنا إياها بابتعاد العناصر المدنية من ساحتها، مطالبا بضرورة طمأنة قواعد القوات المسلحة. وقد وافقت قيادة القوات المسلحة مؤكدة التزامها التام بدعم النظام الديمقراطي. مجلس رئاسة الدولة، القصر الجمهوري، التاريخ 2 مارس 1989. وأنا أخذت من الاتفاق ده ومشيت. مرة أنا معايا حسن تأسومي ده باسفيكو لا دولوريك، وطبعا المجلس هيطلع البرنامج الحكومة رئيس الدولة محمد بدري. في بعدين مرة نسافر حضر اجتماع. والحصل بعد ذاك الصديق المهدي عمل شنو؟ كون الكلام انا ما شفته، جايز يكون ما شاف انا كتبت ولا ما كتبته. لكن وصلوا اللي هو ده هو شارك في الصياغه، شارك في الاجتماع ذاته. لا لكن يقول اللي هو في قناه الجزيره كان بيقصد ده اللي هو عشان يقوم. اي ده المهم. المهم ده ايوه خلاص. في تاني اي اضافه يا عم ادريس؟ في اضافه تاني؟ ده ما في حاجه كتير، هو ده بس انا كنت اكتب. اللي هو بعد ذاك انت طيب اللي هو قبل الانقلاب ب3 يوم الحصل شنو؟ قبل الانقلاب ب3 يوم الحصل شنو؟ اللي هو انت لما مشيت للصادق المهدي. انا مشيت له في مكتبه اقول له طبعا احمد مرغي يسافر ومرغي النصر يسافر. مشيت له اقول له انا حقيقه انا رايت رؤيا انني زايره وبكتب في سي اسمها سونا مقلوبه، ملاقت له في النوم القى الكتابه اتمسحت. لما اتمسحت انزعلت، طلعت برا اسال ماذا يحدث؟ قالوا لي حسين خوجلي في الوان قال يوم 30 هيحصل انقلاب. ومشيت قلت له انت كده، قلت له يوم 30 هيحصل انقلاب. مشيت له. الصادق المهدي قال لك شنو؟ قال لي ماله؟ وانت عملت شنو في اللحظه دي؟ قلت له ماله؟ انا زيك ماله؟ وعملت شنو انت؟ مشيت بيتنا، قلت للراجل انا جايبني ما تمشي معي. اللي هو الراجل ده منو؟ انا بس جايب بكراي ما جايبه مع ونن العربيه بتاعت رئاسه مجلس السياده. اي اللي هو انت هناك وقال لك الكلام ده. قلت له يا اخي امشي عليك، امشي للخصم، امشي محل ما يمكن امشي بيتنا. الرجل ده اسقط حكومته. لما قال لك وماله انت عملت شنو؟ عملت ده. بعد ذاك قلت له انا مع انا كمان معاهم ضيق. انا وماله. وبعد ذاك انت جيت تاني صرفت الونان بعد كده حصل انقلاب بعد ورجعت بيتكم تاني انت.